احنا دلوقتي مع اليهود في منطقة ايه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها، وادخلوا المسألة على أنها أمر ديني، ما تأخذوش على أنه أمر عربي ولا أمر سياسي ولا أمر حاجة، لا، ادخلوها إيمانيا إسلاميا، وذلك لا يكون إلا إذا كنا جميعا عبادا لله. فإذا كنا عبادا لله لن يتمكنوا منا. الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بقضية قرآنية لا بد أن تأتي القضية الكونية مصدقة لها. ولو استمر الأمر بدون كرة من اليهود علينا نحن، ونحن قد تفصينا عن منهجنا وأصبح كل يتبع هواه، كانت القضية القرآنية ما تنفعش. يبقى لازم حصل كده، لازم يحصل كده، يبقى ثم رد. ولذلك بعض العارفين الذين نعتقد قربهم من الله حينما أخبرنا بأن اليهود دخلوا بيت المقدس سجد لله، فقلنا أتسجد لله على أن دخل اليهود بيت المقدس؟ فقال نعم، صدق ربنا، صدق ربنا، لأنه إذا كان يقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، أيكون دخول ثاني مرة إلا إذا كان خروج أول مرة؟ لازم يحصل كده. فكأنه هو بيحمد ربنا على أن قضايا قرآنه الكونيات تؤكدها. ثم رددنا لكم الكرة، برضو جت الكرة، مش كمنهم يهود ما نديلهمش الكرة، لا، ده كمننا مش عبادة لنا جت الكرة. نعم، ثم رددنا لكم الكرة عليكم. الكلام اللي بيخاطب اليهود. وشوف الدقة بقى، وأمددناكم بأموال، مش كده؟ أغنياء قوي بتوع المال هم، وبنين، كلهم في الجيش، وجعلناكم أكثر نفيرا. كلمة أكثر نفير دي لو أنت بقى تقعد تحللها بالكمبيوتر زي ما بيقولوا تقول يا سلام. ما هو النفير أولا؟ النفير هو ما يستنفره الإنسان لنجدته لأن قوة ذاته قاصرة عن الفعل، تستنفره. طب وهم لهم قوة ذاتية لوحدهم ولا وراهم؟ يبقى أكثر نفير ولا لأ؟ لأن وياهم أقوى الدولتين العظميين. يبقى أمددناكم بأموال، صح، وبنين، صح، وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم بعد ذلك يحكم الله قضيته ويقول والله يا يهود إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وهل تستمر الكرة يا ربي؟ لا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، كأن ربنا ادانا بشارة اننا برضه ايه؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا. من اللي يسوء بقى؟ عبادا لنا، أكننا هنتنبه من الألم ونرجع عباد لله. وبرضه احنا نلاحظ كده ان البعث الإسلامي والوعي الإسلامي دلوقتي ابتدى. فلما هنكون عباد لله نقول ايه؟ فإذا جاء وعد الآخرة بعد الكرة لكم ليسوءوا وجوهكم. أشرف حاجة فيكم إيه؟ الوجه. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الله، ده تاريخ واضح أهو. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. طب ده أنت في المرة الأولانية يا رب ما جبت سيرة المسجد ولا دخول المسجد. اقرأ كده: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. خلاص. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جاب سيرة المسجد. طب ما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. طب ده دليل على إن المرة الأولانية كان فيها دخول.
أم قال لك ايوه، ما هو الدخول كان في الامتداد الإسلامي في عهد عمر لما دخلنا المسجد، بس لما دخلنا المسجد مش نكاية في إسرائيل. ليه؟ لأن المسجد في أيامها ما كانش تبعها، لأنه كان تبع الدولة الرومانية، فدخولنا في أول مرة لم يكن نكاية فيهم، إنما هو جايب المرة الثانية اللي هتبقى مين؟ فإذا جاء وعد أخرى بعثنا وعد الآخرة، بعثنا إيه؟ فإذا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه. يبقى الكرة هتخرجنا من المسجد، وده اللي حصل ولا لا؟ الكرة اللي لهم خرجتنا من مين؟ لكن هيجي وعد الآخرة فنسوء وجوههم وندخل المسجد إن شاء الله كما دخلناه أول مرة. وجاء بالمسجد هنا ولم يأتي بالمسجد هناك، لأن دخول المسجد هناك لم يكن إذلالا لليهود، لأنه كان تبع المسيحية، تبع الدولة الرومانية. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا. الله، كأن هتمر فترة يبنوا ويعلوا فيه، امال هنتبر ايه؟ ولا مش بقول وليتبروا ما علوا؟ هنتبر اللي علوه، تبقى لازم تمر مدة يعملوا ايه؟ يبنوا. وهو ده اللي حصل ولا لا؟ وليتبروا ما علوا ايه؟ ما علوا تتبيرا. ان شاء الله احنا بقى في انتظار فإذا جاء وعد الآخرة، وانتظار وعد الآخرة في إذنه، ربنا عاملها وعد شرعي. إن عدنا عبادا لله كما كان في المرة الأولى سنسوء وجوههم وسندخل المسجد كما دخلناه أول مرة وسنتبر ما علوا تتبيرا.